الحضور حضور رسمي بتكليف من رابطه، كنا في بيان من رابطه مشجعي النادي الاسماعيلي طلبنا فيها ان احنا نعمل مباراه لتأبين الكابتن احمد رزق والكابتن ايمن رمضان، والحضور كان فيه اصرار جامد قوي ان احنا كنا هنشارك النهارده بروابط المشجعين، ولكن الامن لما لغى المباراه اضطرينا برضو ان احنا نيجي على اساس ان احنا نوصل رساله ونبارك للنادي المصري عودته طبعا للدوري الممتاز، ودي حاجه جميله، ونتمنى ان الكل كده يتوحد ويتكاتف كده من اجل فرح الكره المصريه، ما تبقاش احزاب وما تبقاش باسماء. استقبلت قرار الغاء المباراه ازاي النهارده وانت كنت جاي بشكل رسمي، واكيد كان في وفود جايه معاك برضه من اسماعيليه؟ والله انا عايز اوصل رساله سياده مدير امن بورسعيد، يعني بورسعيد اسماعيليه الناس دي حياتها كوره، فانا النهارده لو كان في تعاون معايا وكانت قيمه المباراه، وخصوصا ان انت اقمت مباراه دلوقتي، يعني تعتبر مباراه رسميه لما انت تعمل فرقتين من النادي المصري، مش هتفرق منتخب اسماعيليه من بدلاء النادي المصري، كان المفروض تبقى البدايه كانت احسن من كده شويه، وانا بنتمنى ان شاء الله، انا سمعت من الاستاذ ياسر يحيى انا رئيس النادي ان المباراه هتقام يوم الخميس الجاي ان شاء الله، بنتمنى التعاون من الجهات المعنيه والجهات المسؤوله، ان شاء الله ان في جواب رسمي او في كشف رسمي وصل النادي المصري، النادي المصري رد عليه مشكورا، وانا النهارده سلمت كنت بقدم الجواب الرسمي للاستاذ ياسر يحيى رئيس النادي، وان شاء الله تبقى المباراه جميله ان شاء الله، تبقى في نص اكتوبر بالتحديد ما بين النادي الاسماعيلي والمصري قبل انطلاق بطوله كاس مصر او قبل عوده كاس مصر وعوده مباراه المنتخب، وان شاء الله تبقى المباراه بجمهور، والدعوه عامه للجميع بصالح تقديم الكابتن ايمن رمضان والكابتن احمد رزق ان شاء الله. طب هل في موافقات امنيه على اقامه المباراه ولا؟ احنا جبنا الموافقه المبدئيه من مجلس الاداره والموافقه الامنيه ان شاء الله، احنا في اجتماع الاسبوع الجاي مع سياده مدير الامن لتحديد اقامه المباراه باذن الله. تحت اي ظرف المباراه هتقام. الهدف من اقامه هذه المباراه؟ يعني هو يعني تأبين لاثنين لعيبه زي احمد رزق وايمن رمضان، الكابتن ايمن عارفين ان هو لاعب للنادي المصري، بالتحديد طلبنا النادي المصري يبقى مشارك الطرف الثاني معانا في الموضوع دوت لتخليد ذكراهم، ونحاول نعمل لهم حاجه الناس، يعني فرحتنا كل لاعب فيهم خد بطولتين مع النادي الاسماعيلي وهم